يعني الهرة والصوت لحالها بتحكي. إيه كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. نصيحتي إلكن كملوا الفيديو القراص للآخر، في خطوات مهمة لازم تبدوا فيها ولازم كيف تخبزوها وشو عملت وشو حطيت وشو سويت. إذا بتتبعوا هاي الخطوات بس شفتوا خبيز القراص ممتاز ولونه حلو أو المعمول أو ما أنا رايحة الرسمي، معناتها هذا العيار الصح. اتبعوا الخطوات ولا غلطة، لأنه العيار 100% صح يا أكابر. وأنا كل ما بساويه بحياة عمري ما غلطت فيه. كيلو طحين، دائما زينوا كيلو طحين وشوفوا شو بتحطوله. معلقة صغيرة خميرة، معلقة طعام محلاب، معلقة طعام مليانة شمرة، معلقة طعام مليانة يانسون، وهاي هي التوابل تاعوته. كتير شهية. حطيت كاسة سكر على الناشف، إذا بتحبوا انتو دوبوها، أنا ما بيأثر معي، أنا هيك بساويها، متعودة هيك ساويها. المهم إني أنا أخلط المحتويات الجافة مع بعضها. دائما لازم يكون عندكم ميزان البيت بالبيت، وهو كتير رخيص وقريب من عند أي سوبر ماركت بتجيبه. هذا عن جد كتير أنا بعتازه. حطيت للكيلو طحين 400 غرام سمنة بالغرامات، نص كاسة زيت ما بيأثر، وكاسة مي فاترة أو باردة ما بيأثر. أهم شي لا تحطوا حليب لأنه الحليب بطري أبدا، لا تحطوا. وبلم العجينة شوي شوي. أنا عندي عجانة بس حبيت ورجيكم العجينة كيف بتصير بالإيدين. أنا عملت نوعين القراص مبارح، عملت هاي النوعية وعملت نوعية تانية كتير طيبة كتير طيبة. وهلا أنا القراص بعد ما عجنته بتحب تريح العجينة نص ساعة أو ساعة. أنا والله بصراحة بحب أشتغل فيها مباشر ما بإيدي، لأن بطول الأخبزة يعني نفس الشي بترتاح ما بتأثر. إذا بتحبوا تشتغلوا فيها مباشر ما بيأثر. هون عندي شوي للعجوة، أنا هون فصفصتها وجهزتها. طبعا بعد ما حطيت لها شوية ما زهر. الكيلو العجوة حطيت له معلقتين سمنة البقرة الحلوب، مزجتهم بإيديه صارت العجوة بتشهي بهالطريقة مثل ما شايفينها عم تلمع لمع. وأنا لما بدي استخدمها هلا على الشوبك بدي استخدم زيت، نقطة زيت مشان ما تلزق على الشوبك، لأني ما حطيت كيس. إيه أنا ما بحب استخدم الكيس هلا لبكي. المهم انا مثل ما قلت لكم ريحت العجينه ما ريحتها، اشتغلت فيها مباشر لان كنت فاتحه لايف والعالم عم تتفرج، فقلت بشتغل فيها مباشر. دائما انا هيك بستخدمها يعني. هلا انا مثل ما شفتوا كيف فردتها. اي نوع غطاوي عندكم للتشكيل بيمشي حالها. كنا بايام حمص كنا نجيب قالب الزقزاق، احسن من هيك بكتير. قالب الزقزاق بيعطيك سبعات وثمانات بدون ما نقرصها باصابعنا بايدينا يعني. تمام. هلا هون لكيت الشوبك شويه زيت. ايه ما بيأثر، او سمني اللي بدكن اياه انتو، بس الزيت افضل لانه ما بيلزق، بيطلع معكم هيك بدون كيس اذا بدكن، او حطوا كيس انتو كيف ما بتحبوا. المهم انا رققت كتير كتير القطعة، حطيتها طبقتين مشان اني احشي البعجوة. المهم بعد ما سكرت عليها بلشت اعملها بالشوبك لحتى رققتها وقروصتها مثل ما شفتوها. حبيت اني اشكلها على ايدي، عملت منظر كتير حلو بالتشكيل. كنا بسوريا اول بايام سوريا يجي المنقاش معاها بدل ما ساوية انا بالشوكة. هلأ كاسة وشوكة بدال المنقاش مثل ما شايفين. انا هون عم رققها وبروح بجيب كاسة. هلأ اهم شي الكاسة اني نقشها وارسمها دوائر دوائر بالكاسة، وبعدين مثل ما شايفين بالشوكة. وبعدين عاد بتحبوا تعملوا على موديل وردة بتاخد العقل بتصير. هلا انا شكلتها مثل ما شفتوا، قروصتها على الجهتين، طلعت عن جد المنظر كتير راقي واكابري وانيق الصراحة. فشوفي ما شاء الله طلعت مثل الوردة. هاي تبع ماكينة الكوبيك. يعني انتو التشكيل مثل ما بدكم. في قوالب جاهزة هون في مليان، بس انا ما بحب قوالب الجاهزة ابدا، يعني ما بيطلع مثل هالشكل ابدا، وما حلو الرسمة بتطلع، ومطعوج بيطلع الشو اسمه قرص القراص. تمام. هلا شوفوا ما شاء الله يعني طلع شيء توب. انا هون كنت عاجني عجينه اللي حكيت لكم عنها، بيبقى بنزلكم عياراتها. هاي عجينه اهل القلمون كتير طيبه وكتير بحبها، واهل ارياف سوريا. طيب هاي هديك عجينه لحالها سويتها، وهي عجينه لحالها. هلا هو القراص الحمصي لا في قبله ولا في بعده بصراحه، بس كمان عن جد سيري تاني هديك العجينه كتير طيبة. كمان الواحد بشكل بحب يدوق يعني أكلات مدن تاني أو بلدان تاني. اي والله، بس أنا إني بحبها طريقة أهل القلمون كمان. يعني يعني راس الحمصة وطريقة أهل القلمون أنا ما ميزت بين بعضهم، كتير طيبين اتنين، نكهاتهم طيبة. بس اللي بيختلف نحنا عنا بين هذا القراص وهذا القراص الهرة. الهرة هي زي البسكوت،
يعني نحنا مثل هرة البسكوت بينزل القراص ما شاء الله. شفتوا كيف كانت العالم بدنا تقيم الهرة نحنا إذا كان ناجح قراصك من طريقة خبزه ومن الهرة. وهي قلت لكم أنا أسأله أمهاتنا، نحن الجميع بنعرف إنه الأمهات بتعرف إنه ليش القراص هو من لونه. كيف بيعرفوه؟ من لونه إنه ظابط وبيهرهر، تمام؟ يعني من طريقة خبزه. وهي سبحان الله هي ما لها علاقة، يمكن ما بيعرفوا أهالينا إنه نحن من طريقة خبزه بنعرف لون القراص هيك، لا هي لا، الطريقة لازم تكون ناجحة 100% معك انت بالعجين لحتى يطلع معك هذا اللون اللي أنا خبزته. هلأ لازم يشتغل مسبقا الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين نحط الصينية أول دقيقتين من فوق، ما من فوق، من فوق يعني أنقص درجة من فوق، أنا هيك بساوي، أو درجتين، وبعدين دقيقتين بس مشان ما اروح الرسمي، وبعدين على 180 مثل ما قلت لكم خليه على 180. بحطها بالنص وعلى هنته ومهلها بتحمر، بتصير من فوق ومن تحت زي لون بعضهم بجننوا، تمام؟ بس مشوا على هذا العيار، لا تنقصوا سمنة ولا تكتروا سمنة، تمام؟ إذا بتحبي الأفضل تخلطي السمنة مع الزبدة. نصيحتي إلك اخلطي السمنة مع الزبدة، يعني حطي سمنة عادية انت بتحبي، سمنة الاصيل، سمنة الابت، ما ضروري يكون سمنة البقرة الحلوب او سمنة طيبة للقراص، لا. نحنا نكهته معنا القراص هون بالشمرة والمحلب واليانسون، ما نكهته بالسمنة ابدا. السمنة مانا مهمة، هذا مانو مثل المعمول ابدا. نحنا ما بدنا ناكل طعمة السمنة، ما بدنا ندوق طعمة السمنة، نحنا بدنا ندوق طعمة الشمرة، نستدوق باليانسون، نستدوق بالتوابل يلي موجودة بقلب القرص، بيعطيك نكهة كتير لذيذة ومميزة. طيب مثل ما قلت لكم الهرة غير شكل طلعت، المنظر بيعقد، العالم طار عقله فيه، انا كل ما بساويه بينجح معي. ليش؟ لانه كل كيلو طحين بده 400 غرام سمنة بالضبط، ونص كاسة زيت، كاسة كبيرة نصها زيت، تمام؟ وانا بكون محلكم بصراحة لما بدي ساوي اليوم العجينة القراص ليكي شو تساوي، علمي مشان ما تنسي ولا محتوى من اللي انا حطيته، تمام؟ ايه اوكي. بتجيبي تليفونك، بتحطي الشاشة بالعرض وبتعجني القراصات على راحتك، او عدي على شاشة هالتلفزيون، حولي تليفونك على شاشة التلفزيون وعدي تمتعي واسمعي بدون اطفال شو عم بحكي بهالفيديو. ومثل ما انك شايفة ما شاء الله بيطلع معك توب بين القراص، والله لا قاسي ولا طري وخبزه ابدا. ومثل ما قلت لك على 180 بتخبزيه فوق ومن تحت، بتشغلي الفرن بيطلع معك بهالشكل، لا تخافي ابدا لمدة ثلث ساعة. بس شفتي احمرت الاطراف من تحت، شيلي الصينية وحطيها شوي من فوق مشان تاخد شوي نار. ومثل ما قلت لك على 180 برجع بكرر، بس اللي حسيت الاطراف حمرة من تحت قبل من فوق، مباشر بتشيلي الصينية وبتحطيها بالدرج الفوقاني، ما الفوقاني، الأوطى درجة. اوكي. القراص حساس كتير، دائما اتبعوا الخطوات يلي بالفيديو واسمعوا شو عم بحكي، بيطلع معكم بيرفكت. والله العجينة مثل ما قلت لكم ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله بتكون احلى من هيك لون. هاي الصينية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة طالعتها، ولسه بعد الخبيز على ما هو مثل ما انكم شايفين، هي قدام عيونكم، وانا كله عملته على البث المباشر، ما في ولا غلطة ولا احترق ولا شيء. هاي هي ما شاء الله، شوفي يخزي العين. يعني عن جد العالم كلها بدها الوصفة، بدها الوصفة، ما عاد لحق، قلت لهم والله بكره حنزلها على اليوتيوب لانه ما عندي اياها على اليوتيوب هاي الوصفة انا. ف ان شاء الله تكون عجبتكم، انا بعتقد انه عجبتكم اكيد، ما في عليا ولا ملاحظة. فاكتبوا لي بالتعليقات انتم شو رايكم، انا بهمني ارائكم، الله يسعدكم. بهمني انه تعلقوا عندي هون، بهمني انه تدعموني وتحطوا لي لايك دائما، ولا تنسوا اللايك للقناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد. راح اترككم مع الهرة، انا سلام.